جزيرة الثعابين توجد في سواحل البرازيل. إن مدى خطورة هذه الجزيرة تكمن في اسمها. منعت الحكومة البرازيلية أي شخص يقترب منها حفاظا على أرواح الناس. جزيرة صغيرة تبلغ من الحجم حوالي 10 أفدنة، لكن إذا نظرنا إلى هذه الجزيرة عن بعد تراها آية في قمة الجمال والهدوء والروعة. أما ما تخلفه على الأرض فهي وكرا للثعابين، ملجأ للموت والهلاك. صنفت هذه الجزيرة بأنه ما يقرب من كل متر مربع حوالي 5 ثعابين. كانت الجزيرة تحتوي على أنواع من الثدييات، إلا أن الثعابين قضت عليها تماما. تتغذى الثعابين الآن على الطيور المهاجرة التي تستقر على سطح الجزيرة للراحة، أي الهجرة الموسمية. تحتوي الجزيرة على ما يقرب من 4000 ثعبان، وتعد من أخطر منها أنواع الثعابين شديدة السمية. ومن أشد الثعابين خطورة على هذه الجزيرة الثعابين الذهبية، فإن مكان لدغتها يقوم على إذابة المنطقة بالكامل. وما يساعد هذه الثعابين على الاستقرار والنشاط على سطح الجزيرة أنه لا يعيش أي من المخلوقات الحية وخاصة البشر، فلا يوجد شيء يوقف نشاطها وتكاثرها. أكد العلماء أن الثعبان الواحد يضع حوالي 50 بيضة، وما منه أن حذر حكومة البرازيل من التواجد على سطح الجزيرة، إلا أن هناك من لا ينصت لها. فقد حاول الصيادون زيارة هذه الجزيرة أو السيطرة عليها، إلا أن انجرفت المياه من تحت قاربهم ورسي أمام الجزيرة. بعدها اختفى الصيادون تماما. جاء العلماء بعد ذلك فقد وجدوا جثثهم على سطح الجزيرة. حاولت حكومة البرازيل التخلص من مخاطر الثعابين، فقامت بحرق الجزيرة بالكامل، إلا أن الثعابين لم تمت ولم تستطع التخلص منهم بعد، فلجأوا إلى بناء منارة تحذر السفن من الاقتراب من هذا المكان. لكن السؤال هنا، ماذا تفعل حكومة البرازيل لكي تنظف هذه الجزيرة؟ هناك اقتراح وارد أنه لو قامت الحكومة بوضع المدمر الصغير وهو غرير العسل في هذه الجزيرة، فقد تحتاج هذه الجزيرة إلى ما يقرب من 100 إلى 1000 غرير عسل لكي يسيطر عليها. غرير العسل يمتلك جلدا سميكا يتحمل عضات الأفاعي، ويمتلك من الشجاعة ما لا يملكه حيوان آخر. فإن غرير العسل يعشق اصطياد أخطر المخلوقات على وجه الأرض، وهي الثعابين، حتى منه الذي لا يمتلك المناعة الكافية لتحمل سم الأفاعي سيغيب عن الوعي أو ينام برهة ثم يستيقظ كأنه لم يلدغ. فبالتالي فجزيرة الثعابين بالنسبة له ملجأ وافر ومكان مليء بالخير، فلا يمتلك مخلوق على وجه الأرض تحمل تلك الجزيرة الشريرة إلا غرير العسل. فكل أنواع الثعابين السامة على وجه الأرض لا تقتله، فهو يقدم على أكل الثعابين دون نهاية، فهو فلسفة الدفاع والهجوم لهذه الثعابين. ففكرة غرير العسل ستعمل على توازن بيئي، وإن مدت الجزيرة بكميات كبيرة من غرير العسل سينظف الجزيرة من هذا الكم الهائل من الثعابين.